سلام الله عليكم. الفيلم ديالنا غنبداوه من شيكاغو اللي كانت معروفه بالقتيله والكريساج. هاد السيد سميتو بول وهو جراح كبير معروف في شيكاغو. جابوا ليه واحد البوليسي مضروب بالخرطاس حيت كان مدابز مع واحد العصابه مسلحه. بول حاول يعتقو ولكن البوليسي غادي يموت. بول مشى يشوف شي وحدين من العصابه اللي مضروبين والبوليسي غادي يقول ليه واش غادي تعتق القتاله اللي قتلوا لي صاحبي. بول قال لي هذه هي الخدمه ديالي وما نقدرش نفوتهم. وهذه مرات بول سميتها لوسي وعندهم بنت سميتها جوردان. كانوا كيفطروا بنتهم جوردان قالت لهم وصلني واحد الايميل من الجامعه ديال شيكاغو وراني تقبلت فيها. من بعد مشاو مجموعين للكلوب حيت جوردان كان عندها واحد الماتش ديال الكره وبات واحد البنت لعبها كان كيسب وكيخسر الهضره. جا ليه بول وقال ليه احترم الناس اللي كاينين هنا. الراجل هنا دفعوا ولكن بول سكت وخلاه وما بغاش يجبد معاه الصداع. من بعد مشاو للريستو يتغداو وكان معاهم فرانك خو بول. عاودات ليه جوردان البلان اللي ترالباها مع داك الراجل في الكلوب وقال ليه فرانك علاش سكتي ليه وانت بطل في الكارات. وهنا غنعرفوا بول باللي واعر حيت كان كيتريني في صغرو. ملي خرجوا من الريستو بول غادي يقول للغارديان جيب لي الطونوبيل والغارديان غادي يسمعهم باللي دايرين غدا عيد ميلاد لبول في الريستو مع 8. ملي طلع للطونوبيل صور العنوان ديال دار بول من الجي بي اس والغد ليه لوسي جابت لبول واحد المكانه كادو ويلا كانوا ناويين يخرجوا باش يحتفلوا. بول غادي تجي ابيل من السبيطار وغادي يقولوا ليه باللي الطبيب اللي كاين دابا عيا ومحتاجينه ضروري رومبلاسيه في واحد العمليه. بول قال لهم غنأجلوا الحفله من بعد وخلاهم ومشى. شويه خرجت لوسي وجوردان يجيبوا شي صخره على برا. منين رجعوا جوردان طلعت للبيت ديالها وكانوا الشفاره في الدار. لوسي بان ليها الشر محلول وكانوا اثار رجلين في الارض. بدات كتعيط على جوردان باش تهبط عندها. جوردان جا ليها الشفار وشدها وبدات كتغوت. لوسي هزات التليفون باش تعيط للبوليس ولكن دخلوا عليها ثلاثه الشفاره وهددوها بجوردان. لوسي بدات كتطلب فيهم باش ما يقيسوش ليها بنتها. واحد فيهم قال لها الا وريتينا فين كاينين الفلوس ما غاديش نقيسوكم. داها معاه باش توري فين كاينين الفلوس وجوردان غادي تبقى مع الجوج الاخرين. واحد فيهم قال الاخر سير طبر لينا على شي قنبه نربطوها. حط الموس ومشى يقلب عليها. لوسي كانت خايفه بزاف دخلت الكود وحلات ليهم الخزنه. جاب الشفار القنبه لكن شويه غادي تناقش هو وصاحب. جوردان استغلت ديك الفرصه وهزات الموس ضربات واحد في وجهه. يلا كانت غادي تضرب الثاني لكن شدها وطيحها في الارض. اللي تضرب في وجهه حيد الماسك وجبد الفردي وبغى يتيري فيها وغادي يجي الثالث وجاب معاه لوسي وقال لهم صافي ملي حيدات ليك الماسك تفرشنا. لوسي هنا دفعت خونا وهزات الماء سخون وخواتو على واحد فيهم وقالت لبنتها هربي من السجن لكن الشفار غادي يتيري فيها وفمها. جابوهم البوليس للسبيطار وبول كان حاضر وعرف شنو طرا ليهم. جوردان كانت مازال حيه ودخلوها للعناج ولكن مراته ماتت. جاو البوليس حققوا معاهم وعرفوا باللي مشات لهم الفلوس والوراق ديالهم وجوج مكانات. عطاه الضابط كارت فيزيت ديالو وقال ليه راه غادي نديرو كل ما في جهدنا باش نشدوا هاد العصابه اللي دخلت لكم للدار. العمليه ديال بنته نجحت ولكن مازال في الغيبوبه وما عارفينش امتى غادي تفيق منها. مشى بول ونسيبو باش يدفنوا لوسي وهما كانوا غاديين بانوا ليهم شي وحدين دخلوا الارض ديال نسيبو جبد السلاح وتيرا فيهم وقال لبول الحاجه اللي كتكون ديالك خاصك تموت وتقاتل على ودها وما تسناش البوليس يجي يعاونوك. بول غادي يصوني للضابط وسولو واش وصلوا لشي حاجه. الضابط قال ليه مازال ما وصلنا لوالو وباقيين كنقلبوا. بول ما بقاش كيقدر ينعس وما بقاش كيمشي للخدمه ديالو ولا كيفكر بزاف وحس بدم كبير حيت ما قدرش يعتق بنته ومرته لوسي. مشى عند الضابط الكوميساريه باش يسولو واش كاين شي جديد. قال ليه الضابط مازال ما كاين والو. وفي الخرجه ديالو بول ضرب على واحد الطابلو عامر بالسمايات ديال القتاله والشفاره وفي الليل كان خارج بانوا ليه واحد جوج شفاره بغاو يكريسيو واحد البنت. دوا معاهم ولكن جاو ليه وضربوه ومشاو. الغد ليه في الخدمه ديالو جابوا ليه واحد كامل مفرشخ بلاصه. طاح ليه الفردي ديالو وهزو بول وخباه. وفي الليل بول مشى لواحد الخلا وبدا كيتيري وكيتعلم يستعمل السلاح وجا للدار وبدا كيتعلم من الفيديوهات كيفاش يفصلوا ويجمعوا. من بعد مشى بول للسبيطار ولقى بنته تزاد عليها الحال وقال لخوه فرانك بنتي كتعذب واللي داروا فيها هاد الحاله مرتاحين. خرج بول وكان معصب. واحد شويه بان ليه واحد الرجل ومرته كيغوتوا حيت جاو ليهم واحد الجوج بغاو يكريسيوهم. بول غوت عليهم وبداو كيتيريو فيه. هز بول السلاح ديالو وبدا كيتير جابها في الشفار اللي صايد ودخلوا في واحد البوطو لكن غادي تضرب بول في يديه حيت ما كانش كيعرف يشد السلاح مزيان. واحد الدريه كانت كتصور في داكشي اللي وقع من بيتها. الشفار الثاني هبط من الطوموبيل وبدا كيتيري في بول ما عطلوش وجاب ليه قرطاسه في راسو وقتلو. مشى بول يشوف الطوموبيل ولقى الاخر حتى هو مات وغادي يهرب. ملي وصل للدار غسل يديه وتكا ولكن ما قدرش ينعس. الضابط جا للبلاصه اللي وقعت فيها القتيله
المرا وراجلها اللي كريساوهم قالت ليهم ما شفناش اللي عتقنا. الدريه اللي صورت بول قالت ليه ما شفتوش مزيان في وجهه حيت كان ظلام. شاف الضابط الفيديو وبان ليه بلي ما كيعرفش يشد السلاح مزيان. قالوا ليها ما تلوحيش الفيديو في الانترنت، ولكن هي لاحته وتفرجوا فيه بزاف ديال الناس. بول شاف الفيديو افتخر براسو حيت قدر يدير شي حاجه مزيانه. الغد ليه ملي كان غادي للخدمه سمع في الراديو بلي الناس كيدويو عليه، ولا بول مشهور بزاف وكلشي كيفتخر به. بول ولا كيتعلم السلاح ورجع للخدمه ديالو كيف كان قبل. وملي كان في الخدمه ديالو جابوا ليه واحد الدري صغير مضروب في رجليه وقال ليه بول شكون اللي دار لك هادشي؟ قال ليه الدري واحد الراجل اللي كيبيع الكلاص وبزز عليا نتسخر ليه. وهنا غادي يعرف بول باللي هاد السيد كيستغل الدراري الصغار باش يبيع الممنوعات، وعرف العنوان ديالو وضرب الحطه وقصدو. وصل عنده قال ليه خونا شكون انت؟ بول غادي يقول ليه انا اخر كليان ديالك، وقتلو وصحابو غادي يهرب. ملي وصلوا البوليس وغادي يعرفوا في التحقيق باللي الراجل اللي قتل مول الكلاص هو النيت اللي قتل دوك الجوج اللي كانوا بغاو يكريسيو المراه وراجلها. بول ولا مشهور بزاف في التلفازه والراديوات، والاغلبيه كيعجبهم داكشي اللي كيدير حيت كيحقق العداله للناس. بول ولا خبره في السلاح. مشى للسبيطار الخدمه ديالو وجابوا ليه واحد كامل دمايات. ملي شاف فيه مزيان عرفوا بلي هو الكارديان اللي جاب ليه الطوموبيل في الريستو، وكان ضارب المكانه اللي جابتها ليه مرتو لوسي في عيد الميلاد ديالو. بغى يعتقو ولكن مات. مشى بول يقلب ليه حوايجو، هز ليه التليفون ديالو حلو، بدا كيقلب ولقى تصويره فيها العنوان ديال الدار ديالو، لقى ميساجات قدام وتصويره ديال واحد المحل كيبيع الكادوات. ضرب القبيه ديالو كيف العاده ومشى قاصد المحل. دخل عند خونا وقال ليه صيفطني الكارديان عندك حيت بغيت نشري واحد الكادو. خونا شك فيه وبانت ليه واحد البلاكه مكتوبه فيها سبيطار شيكاغو، وعرفوا باللي جاي على شي حاجه اخرى ماشي الكادو. صيفط ميساج لصاحبو فيش وقال ليه جي عندي دابا للمحل. بول سولو على المكانه اللي تسرقات ليه باغي يشريها. قال ليه خونا بلاتي نشوف ليه. يلا كان باغي يهز واحد السلاح. بول ضرب عليه في المرايه وضرب وقال ليه انت اللي شفرتيني وقتلتي ليا مراتي. قال ليه خونا انا غير كنعطي العنوان اللي كيصيفط ليا الكارديان الفيش، هو اللي كيدخل وكيسرق الناس وكيجيب ليا داكشي نبيعو. حل لي خونا المجر ديال المحل ولقى بول الخاتم ديال مرتو البراسلي ديال بنتو. مع كانوا كيدويو جا فيش وغادي تيري في بول، لكن القرطاسه غادي تجي في مول المحل وغادي يقتلو. بقاو مدابزين حتى سال الفيش القرطاس. ضربوا بول في رجليه وبدا فيش كيطلب فيه وقال ليه راه ماشي انا اللي قتلت لك مراتك، راه جون هو اللي قتلها، وعطاه العنوان والتصويره ديالو. بول يلاه بغى يهز التليفون ديال فيش وغادي يضربو وطاح السلاح وتزعزع البلاكار. هزو فيش يلاه كان بغى يتيري فيه وغادي تحرك واحد الكره ديال البولينغ من الفوق وطاحت ليه على راسو وناض بول وقتلو. مشى بول عند جون لقاه ميكانيسيان وناعس تحت واحد الطوموبيل وخدام فيها، وكان هو الشفار اللي ضرباتو جوردن في وجهه. بول هز واحد الكلامونيت كبير وضربو لرجليه وغيب. فاق جون لقى راسو مربوط بالسلاسل. سولو بول شكون قتل ليا مرتي وما بغاش يجاوب. حل ليه رجليه بالموس وكب عليه الزيت وقال ليه شكون قتل ليا مرتي. قال ليه جون راه ماشي انا، واحد سميتو نوكس وانا راه ما كنعرفوش مزيان. وجرب بول السلسله وطاحت عليه الطوموبيل وقتلاتو. بول جاتو ابيل من نوكس قال ليه انا عارف كتقلب عليا، جي عندي اللبواط راه غادي تلقاني كنتسنى فيك. فرانك جا للدار يشوف خوه بول وما لقاش، هبط لتحت لقى القرطاس والسلاح وعرفوا باللي هو اللي كيقتل القتاله. فاش وصل بول للبواط قال ليه نوكس دخل للطواليت. ملي دخل للطواليت صونا ليه وصونا التليفون لداخل، تيرا فيه ولكن ما لقى حتى واحد. شويه جا نوكس من وراه وبدا كيتيري فيه وجاب فيه القرطاسه في كتفه. بداو منوضينها والبوليس غادي يسيقوا الخبر، عرفوا باللي اللي كيقتل القتاله كاين في لابواط ومضروب في كتفه. ولونساو للسبيطارات بلي لا جا شي واحد مضروب في كتفه يخبروهم. غادي يوصلهم ابيل من السبيطار بلي كاين شي واحد شاف وجه بول. ملي مشاو يشوفوا لقاو نوكس، غادي يعطيهم مواصفات وكانت كتشبه لبول. غادي يقلبوا في البيرو ديالو ما لقاوش. بول رجع للدار وكيداوي في راسو. جا عنده خو قال ليه هادشي اللي كدير راه ما مزيانش، خلي البوليس يديروا الخدمه ديالو. تعصب عليه بول وقال ليه من شحال هادي وانا ديما ساكت وكنت داخل سوق راسي، وها انت شفتي شنو وقع؟ قتلوا لي مرتي وبنتي كتعذب في السبيطار وانا درت داكشي اللي خاصو يدار. من بعد غادي يمشي للمحل ديال السلاح وغادي يشري سلاحات مرخصين حيت عرف باللي نوكس مازال غادي يجي ليه. بنته ولات بخير وخرجها من السبيطار ومشاو للدار. وفي الليل جا ليه نوكس وجاب معاه جوج قتاله. بول خبى بنته جوردان في البلاكار وهز السلاح ديالو، قتل الشفار الاول والثاني وهو يقلب على نوكس. نوكس تخبى ليه وغدرو وضربو بقرطاسه في ظهره، ويلا كان ناوي يقتلو. غادي يسمع التقرقيب مع تلفت، غادي يجبد بول السلاح وضربو سالا معاه. جاو البوليس غادي يلقاو بول مضروب في يديه وكتفه، وهنا غادي يحيد ديك الشبهه اللي كانت لاصقه عليه.
وسولو الضابط على السلاح الاول واش كان عنده. بول غادي ينكر وغادي يقول لي السلاحات ديالي كاملين مرخصين، ولكن الضابط عاقبه وعرفوا باللي هو اللي كان كيقتل القتاله، ولكن غادي يميك عليه حيت اللي قتل ليه مرتو مات، وعرفوا باللي ما بقاش غادي يقتل، وقال ليه انت ما عندك مناش تخاف، انت دافعتي على راسك وهما اللي تهجموا لك على دار. وبول هنا قدر ينتقم لمرتو وغادي يعيش مع بنته كيف كانوا قبل. وهكذا سالا الفيلم ديالنا. الا كان عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد. السلام عليكم.